اهلا بيكم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. وبيبدأ فيلمنا مع ولد اسمه انطوان، ولد صغير عنده 12 سنة، بيحب يروح لصالون الحلاقة علشان بتشتغل فيه واحدة ست زي القمر. الست دي بتكون من منطقة الألزرس، وكل شوية يروح المكان ويتفرج على الست اللي واقفة بتغسل شعر الناس، وبيفضل يتفرج عليها وعلى جمالها، وبيتفرج على البطيختين الكبار بتوعها. وفي يوم من الأيام بيكون والده قاعد على السفرة في العشاء، ووالده بيسأل أخوه الكبير: نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ فاخوه الكبير بيقول لابوه انه نفسه يبقى مهندس مدني شاطر. وبعد كده الاب بيسأل انطوان: انت نفسك تكون ايه لما تكبر؟ فبيرد عليه انطوان ويقول له: انا نفسي اتجوز من مصففة شعر. ففجأة ابوه بيضربه بالقلم على وشه، ومن اللحظة دي هو انطوان قرر يتمسك بحلمه في انه يتجوز من مصففة الشعر، وطول الوقت بيفكر فيها. لكن حلم انطوان للاسف ما بيتحققش، لان مصففة الشعر اتوفت بسبب مرض وحش. وبعد سنوات كتيرة بيتفتح محل جديد للحلاقة في المدينة، واشتغلت فيه بنت شابة جميلة جدا اسمها ماتيلدا. ورئيسها اداها المحل بعد ما كبر في السن وما بقاش قادر يديره. والراجل العجوز صاحب المحل بيشوف انطوان وهو داخل المحل، وبيطلب من ماتيلدا انه عاوز يقص شعره. لكن ماتيلدا بتقوله مش دلوقتي، وياريت تيجي بعد نص ساعة وتحجز مكان جديد، لان الوقت ده بيكون محجوز لزبون تاني. فبيخرج انطوان وبيستخبى في زاوية وبيقعد يراقب صالون الحلاقة من بعيد، وبيفضل يبص على ماتيلدا. وبعد نص ساعة بيدخل انطوان وماتيلدا بتبدأ تقصله شعره. وبيلاحظ انطوان ان ماتيلدا مش لابسة اي خاتم في ايديها، وبيبدأ يتخيل انه اتجوزها وبيعمل معاها كل حاجة. ولما بيروح علشان يحاسبها بيقول لها فجأة: انا عاوز اتجوزك. ويخرج بعدها، وبالليل بيروح يقف تحت شباك بيتها ويقعد يفكر فيها. وتاني يوم وهي بتظبط له شعره بتكون ساعتها مش عارفه ترد على انطوان تقول له ايه، لكن في الاخر بتقول له ماتيلدا ان هي موافقه انها تتجوزه. ساعتها انطوان بيكون طاير من الفرحه علشان حلم طفولته اتحقق وقدر يتجوز من مصففه الشعر. وبيقعدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض عن كل حاجه وازاي هيقضوا الفتره الجايه مع بعض، وبيخططوا يروحوا فين في شهر العسل. وبيعملوا الفرح في صالون الحلاقه ويرقصوا مع بعض، وبيكون الفرح فيه صاحب صالون الحلاقة واخوه ومراته. واهل انطوان بيكونوا مش موجودين، لان لما ابوه سمع ان هو عايز يتجوز من مصففة شعر اتوفى ساعتها. وبعد كده هما الاتنين بيسافروا ويقضوا شهر العسل في الساحل. واثناء ما كانت ماتيلدا بتغسل شعر الزبون، انطوان بيقف وراها وبيفضل يلعب معاها. وبعد كده بيقفل صالون الحلاقة وهما الاتنين بيعيشوا في العسل بالزبادي. وفي يوم من الايام بيجي ولد صغير عمال يعيط، ومعاه واحدة ست بتكون مامته، لانه بيكون مش عاوز يقص شعره. والدته بتشتكي منه وبتقول لماتيلدا انها اتبنته وانها ندمانة انها عملت كده. وعلشان يحاولوا يهدوه، انطوان بيفضل يرقص قصاد الطفل بحركات غريبة ومضحكة. واثناء ما بيعمل كده ماتيلدا بتقعد تقص شعره. وبعد ما الولد وامه بيمشوا، انطوان بيحضن ماتيلدا لدرجة انها متقدرش تتنفس. ولكن انطوان كان دايما بيحس ان ماتيلدا خايفة وما بيكونش عارف السبب من ايه. وخلال السنوات اللي قضوها مع بعض كان بيفضل انطوان يتحايل عليها انه نفسه يخلف منها، لكن ماتيلدا دايما بتتحجج بحاجة غريبة. ولما انطوان يتضايق من كتر الخناقات بيقعد يشرب سجاير لوحده، فبتقرب منه ماتيلدا وبتحاول تصالحه، وبيعملوا هما الاتنين حفلة صغيرة. وفي يوم من الايام كانت فيه عاصفة شديدة وامطار غزيرة، وبيكون ده الوقت المناسب لعمل الزبادي بالقشطة. فبتعمل معاه، وبعد كده بتقوله انها عاوزة تخرج تشتري شوية طلبات علشان العشاء. وكانت وهي ماشية زي ما يكون بتودعه الوداع الاخير، وبتجري ماتيلدا عند السد وبتقفز منه، وبتسيب رسالة لانطوان وبتقوله فيها انها كانت سعيدة جدا انها قضت وقت سعيد معاه، وبتقوله انها عملت كده وخلصت على نفسها علشان خايفة ان السعادة دي مش تدوم وتنتهي في يوم من الايام. وفي يوم بيقعد انطوان في محل الحلاقة وبيقعد يبص على كرسي ماتيلدا، وفجأة بيدخل عليه عميل. فانطوان بيغسل له شعره، وبيفضل ساعتها يفتكر ماتيلدا وهي بتقعد تغسل شعر الزباين، وبيكون متأثر بيها. وبيقرر انه يرجع على منزله ويعيش على ذكرى ماتيلدا وما يتجوزش غيرها طول حياته. وبيخلص الفيلم على كده.